اهلا بيكم في قناه مامي ريم وكارما. كلنا اخر الشهر كده بنكون المصروف خلاص بقى خلص مننا ومش عارفين نعمل ايه، والمفروض بقى ايه مصروف البيت يكفي لاخر الشهر والكلام ده. فانا هديكوا كده شويه افكار. دايما بشوف في الجروبات على الفيسبوك ناس مش عارفه تعمل اكل ايه. جات لي كام فكره كده قلت اقول لكم عليها واشاركها معاكم، ان شاء الله هتفيدكم. مبدئيا كده احنا اخر اسبوع في الشهر. طيب احنا كده مش عايزين ولا لحمه ولا فراخ نهائي، احنا عايزين حاجات كده ايه تكون اقتصاديه على قد ما نقدر. طب انا هقول لك الافكار بتاعت ال7 ايام ان شاء الله، ايه يعني تاخدي فكره او اتنين منهم، او ممكن تمشيهم الشهر كله لو هيناسب معاكي. مبدئيا كده اول يوم هنعمل مكرونه وايت صوص زائد بانيه كداب. انا قلت مفيش ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، ماشي؟ بانيه الكداب ده ولا لحمه ولا فراخ. هقول لكم ازاي. مكرونه وايت صوص هتجيبي المكرونه هتسلقيها بنسبه 95%. بعدين الوايت صوص هتعملي ازاي؟ احنا عايزين حاجه اقتصاديه، فلو عايزه تعمليها مكرونه بصلصه تمام، مش عايزه تعملي مثلا حاجه جديده وبرده العيال ما يزهقوش هتعمليها وايت صوص. طيب هتعمليها وايت صوص ازاي عشان تكون اقتصاديه شويه؟ هتجيبي معلقتين زبده او معلقتين سمنه او معلقتين زيت المتوفر عندك، تحطي عليهم معلقتين دقيق وبعدين تقلبيهم كده مع بعض، تشوحيهم تشويحه تشمي ريحه الدقيق بس. بعدين تنزلي عليهم كوبايه لبن وكوبايه ميه، تحطي عليهم واحده من مرقه الدجاج او معلقه صغيره من الدجاجه الفوريه. تمام، تقلبيهم ولما تلاقي الصوص تقل شويه كده معاكي تسيبيهم بقى الاتنين على جنب. قبل التقديم على طول او قبل الغدا تحطيهم على بعض. ما ينفعش تعمليهم، يعني ما ينفعش تاخدي المكرونه تحطيها على الوايت صوص وتسيبيها وبعدين تتسخن، لا بتبقى طعمها مش حلو. تعمليها وتاكلوها على طول. تمام، ده الوايت صوص، مكرونه وايت صوص. طيب البانيه الكداب ده بقى هنعمله ازاي؟ انا عملته معاكم قبل كده في فيديو التفريزات، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف للي حابب يشوفه عملي، لكن هقوله لكم سريعا كده. هجيب بطاطسايه كده واقطعها، يعني حوالي بطاطسايه كبيره او اتنين وسط، واقطعهم واسلقهم. بعد ما اسلقهم بنسبه 80%. ليه 80%؟ بصوا، البطاطس بتاعتي لو استوت قوي هتشرب ميه، ولو شربت ميه هتبقى سايحه خالص كده ومش هعرف اشكلها بعد كده. تمام. بعدين هاخدها اطلعها اصفيها من الميه كويس جدا واحط عليها معلقتين دقيق، واحط بقى كل التوابل اللي عندي. بعد ما احط التوابل اللي عندي هحط ايه بقى؟ هحط معلقه كبيره من مرقه الدجاج. ليه؟ عشان انا عايزه نكهه الدجاج تكون موجوده فيها. تمام، وهشكلها كويس. بعدين هجيب معلقه دقيق على حبه ميه كده دوبهم في بعض، واحط فيها شكل بقى البطاطس بتاعتي على الشكل هيئه، يعني تبقى ايه بيضاويه كده زي شكل قطعه البانيه. تمام. بعد ما اخدها بعد ما اشكلها كده هحطها في الخليط بتاعي الميه بالدقيق، وبعدين بقى عندي كريسبي سايب تطحنيه وتحطي عليه معلقه ملح. تمام، عندك بقسماط، فيجيتار، اي حاجه، اي خليط تغطيه عندك. بعد ما تطلعيها من الخليط السائل الميه بالدقيق تحطيها في الفيجيتار او البقسماط بتاعك، وبعدين تسخني زيت غزير. يعني بصي هقول لك حاجه، زيت غزير ده الناس بتتخض منه. لا، ازاي تعملي زيت غزير وما تستخدميش زيت كتير؟ تجيبي حله صغيره او اي حاجه صغيره كده، بحيث ان انت لما تحطي فيها كميه زيت قليله تكون غزيره. لكن لو عملتيها في حاجه واسعه، طاسه او حاجه واسعه، مهما تحطي في زيت مش هيبقى كتير، مش هيكون غزير. تمام، فانت هاتي حله صغيره كده اقلي فيها البانيه اللي بقولك عليه ده، اقليه وبس كده. هيكون مرقه الدجاج عم مدياله نكهه الفراخ، ولكن يعني هتضحكي على العيال بيه. تمام. بس ده كده اول يوم. تاني يوم هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي. احنا اتفقنا ان مفيش لحمه ولا فراخ ولا اي لحوم خالص. تمام، هقول لكم الوصفه دي دلوقتي. هنعمل حواوشي خضار بمرقه اللحمه. ايه بقى حواوشي الخضار بمرقه اللحمه ده؟ بص، هتجيبي بصلايه تبشريها وبطاطسايه وتبشريها، عندك فلفل حطي، علي القيمه الغذائيه. يعني الحاجات دي هتكون قيمتها الغذائيه عاليه ومن غير لحمه وفراخ، وفي نفس الوقت بتكون مفيده للاطفال. تمام. طيب هتجيبي بقى بصلايه، هتجيبي جزرايه، هتجيبي بطاطس، هتجيبي فلفل، كل ده تبشريه او تضربيه في الكبه، وبعدين ترفعيهم على النار بمعلقه سمنه وتشوحيهم كويس قوي. وبعدين تحطي عليهم مرقه دجاج ماجي باللحمه، طعم اللحمه. حطي عليهم الملح والفلفل الاسود، عندك بابريكا حطي، عايزه تحطي سنه شطه مفيش مشكله. بعد ما تعملي كل ده هتجيبي العيش بتاعك. بس بعد ما الخضار بتاعك ده يستوي هتجيبي العيش بتاعك تفتحيه، عيش بلدي اي عيش موجود عندك. لو عايزه كمان تعمليه بعجينه شويه دقيق وميه كده وتعمليها بالعجينه بتاعه الحواوشي يكون اسكندراني، تمام هيبقى حلو برده. بس احنا عايزين نسهل علينا، فهتجيبي العيش البلدي بتاعك وتفتحيه وتحشيه بالخضار ده.
بعد ما تحشيه بالخضار ده، لو عندك حته جبنه موتزاريلا هيبقى طبعا كتر خيرك، يعني هيبقى حاجه حلوه جدا. ما عندكيش خلاص مفيش مشكله، خلي الموضوع اقتصادي شويه وبس. احشيه كده بالخضار وبعدين شوحيه في الطاسه كده على الجنبين، خليه بس ايه يعني ينشف شويه، العيش يقرمش شويه، لان كده كده الخضار من جواه مستوي، فاحنا ما بنسويش حاجه، احنا بس بنديله ايه يعني عايزينه يبقى كريسبي شويه. بس اعملي بقى جنبيه، عايزه تجيبي تعملي طحينه تمام، عايزه مخلل، يعني الموجود عندك او اللي بتحبوه اعملوه. يبقى كده ايه ده تاني يوم معانا. طيب كده اول يوم وتاني يوم. اول يوم المكرونه وايت صوص والبانيه الكداب، تاني يوم حواوشي خضار بمرقه اللحمه مع طحينه او مخلل. تمام كده اول يومين خلصوا. تالت يوم بقى هنعمل ايه في تالت يوم؟ تالت يوم ده هنعمل طاسه جبنه وشكشوكه. يعني ايه بقى طاسه الجبنه دي؟ عملتها معاكم قبل كده في سحور رمضان، هنزل لكم برده الفيديو بتاعه في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه عملي، برده هقوله لكم سريعا كده. طاسه الجبنه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بيكون طعمها مختلف شويه. هنعمل طاسه جبنه زائد شكشوكه. اكيد كلنا عارفين يعني الشكشوكه بتتعمل ازاي. البيض والبصل والفلفل والطماطم وتشوحيهم، بعدين تنزلي عليهم بالبيض وتقلبيه، دي الشكشوكه. طيب طاسه الجبنه بقى بتتعمل ازاي؟ تجيبي لي فلفل كده وتقطعيه، عايزه تحطي فلفل حطي، مش عايزه تحطي مفيش مشكله. هتجيبي يعني حوالي معلقه زيت صغيره كده، تحطي فيها فلفلايه متقطعه على النار، تدبلي الفلفلايه، بعدين تبشري طماطمايه تحطيها عليها. اول ما تتسبك هتجيبي جبنه فيتا، جبنه فيتا، جبنه قريش، اي جبنه بتحبيها، بتكون افضل بالجبنه الفيتا. هتجيبيها وتحطيها على الطماطم، وبعد ما تحطيها على الطماطم تغطي عليها بحيث ان الجبنه تسيح خالص كده. بعد ما تسيح كده يعني هتسيبيها حوالي دقيقه، هترفعيها من على النار وتقلبيهم مع بعض، وما بتحطيش ملح، ما بتحطيش اي حاجه، ممكن بس تحطي سنه فلفل اسود وبس كده. دي بتبقى طاسه الجبنه المطبوخه، بيكون طعمها حلو جدا ومختلفه شويه عن الحاجات التقليديه اللي بنعملها. تمام. يبقى كده تالت يوم خلص معانا. رابع يوم هنعمل ايه؟ هنعمل ملوخيه خضراء، ملوخيه مرطرطه طبعا في السوق اليومين دول، زائد باذنجان مخلل. بتسلقيه بقى بتعمليه مقلي براحتك. الملوخيه الخضراء دي مفيده جدا برضو. نعمل ملوخيه وبتنجان وتاكلوها بقى ايه بالعيش. ده كده رابع يوم معانا. طيب خامس يوم، اليوم ده بقى اعملي اكله شعبيه ايه مصريه كده اصيله. عايزه تعملي كشري تمام، عايزه تعملي صينيه بطاطس ورز، مش مشكله تحطي فيها لحمه او فراخ، عادي جدا. الظروف صعبه اليومين دول، والمهم ان انت تاكلي اولادك، والحمد لله على النعمه اصلا. يعني الحمد لله ان انت عندك بطاطس وعندك رز. في ناس كتير ربنا يكرمهم يا رب ما عندهمش الاكل ده، فانت مش عيب ان انت لو طبختي عملتي شويه بطاطس، شويه عملتي صينيه بطاطس وعملتي شويه رز جنبيها ولسان عصفور، ويبقى حلو جدا. وحطي عليها مرقه على لسان العصفور، وما يبقاش معمول بالميه، يعني مش محتاجه شوربه ولا حاجه. تمام. يوم ده قلنا اكله مصريه. عايزه تعملي كشري مصري تمام، حلو جدا برضو. عايزه تعملي طبيخ، طبيخ ورز، مفيش مشكله برضو، زائد لسان عصفور، يبقى شوربه كده ايه الاولاد بيحبوها. طيب سادس يوم بقى معانا. بصي طبعا انت لو رحتي اشتريتي لك فطيره كده 4 تنفار، تاكلوا فطيرتين كبار كده، هتعمل لكم حوالي 30 او 40 جنيه حسب كل فرن بقى ايه عندكم. فانت هتعملي ايه؟ هتعملي الفطير ده في البيت بدون عجن، لان يعني معظم الستات الفطير ده او العجين عموما ما بينجحش معاهم ومش بيعرفوا يرقوه قوي. فهتعملي ايه؟ هتجيبي لفه جلاش، الجلاش البلدي. ليه؟ بيكون في ورق اكتر، وفي نفس الوقت هيعمل لك فطيرتين كبار، وفي نفس الوقت الورقه بتاعته يعني ورقه الجلاش بتكون عريضه. لو جبتي اللي هو الصغير ده الزهار او المعلب اللي بيكون في السوبر ماركت، بتكون الورقه بتاعته نص ورقه الجلاش البلدي، زائد ان هو بيكون 8 ورقات بس. دي انسب حاجه ان انت تجيبيه لو عايزه توفري. هتجيبيه بيكون فيه 16 واحده، هتعملي كل فطيره ب 8 ورقات من الجلاش. طيب هتعمليها ازاي بقى؟ هتجيبي الفطير، كان طالع ترند الفتره كده حوالي من سنه، هتجيبي لبن او زبادي وتحطي عليه رشه بيكربوناتو، تحطي عليه معلقه سمنه كده وتقلبيهم، وتعملي ده خليط التغطيه بتاع ما بين الورقه والتانيه، وتقفلي شكل الفطيره، ترصيها مفروده زي ما انت حابه، وتدخليها الفرن. بس حاولي ان انت ايه يعني تغرقيها شويه كده بالخليط اللي انت عاملاه، بس هتطلع معاكي فطيره شرقي كده محترمه. وتاكلي جنبيها بقى، مش عندك عسل، شوفي انت بتحبي تاكلي ايه جنب الفطير وهتعملي. يبقى كده سادس يوم. الجلاش البلدي ب 15 جنيه، هتعمل لك فطيرتين كبار، لو انتوا 4 افراد او 5 هيكفيكوا. دلوقتي سادس يوم ده هيبقى فطير وعسل او مش.
او الاتنين يعني، شوفي انتي بتحبيه بانهي طريقه واعملي، شوفي انتي بتحبي تاكليه بايه بالظبط وكلوا بالهنا والشفا. طيب سابع يوم بقى واخر يوم ده، احنا كده اسبوع اخر الشهر بدون لحمه او فراخ، ده كده اسبوع اقتصادي. سابع يوم بقى هنعمل اكل ايه فيه؟ بصي، بيكون مش لازم تجيبي الاكياس الجاهزه اللي هي بتاعت الجبنه الموتزاريلا، لا انت ممكن تجيبي طبق بتكون سايب، بيكون حوالي 20 جنيه ولا حاجه. ده هتجيبي تعملي بيه ايه؟ بصي هتعملي بيه بيتزا خضار، طبعا الاطفال بيموتوا في حاجه اسمها بيتزا، تمام؟ فهتعملي بيتزا خضار، حطي بقى فيها زيتون، حطي فيها فلفل الوان، حطي فيها فلفل اخضر، تحطي طماطم، يعني انت شكليها كده بالخضار اللي موجود عندك، والعجينه موجوده عندك في البيت، يعني كلنا عندنا دقيق في البيت او بنجيبه اول الشهر مع الخزين، تمام؟ هتعملي لهم بيتزا خضار وتحطي عليها شويه جبنه موتزاريلا كده من فوق، تمام؟ هتعملي جنبيها ايه؟ تستخدمي في البيتزا نص الجبنه الموتزاريلا، النص او الربع، يعني انتي خدي مثلا حوالي نص كوبايه كده من الجبنه الموتزاريلا دي، او لو ميكس جبن بتكون افضل. تعملي بيها ايه؟ هتحمري بطاطس، تعملي بطاطس محمره، هتجيبي نص معلقه زيت على معلقه دقيق على كوبايه ميه على لبن، احنا عايزين يبقى الموضوع اقتصادي شويه. طيب مش عايزه تحطي لبن ما تحطيش، وبيبقى طعمها حلو برده، يعني ما بيكونش باين قوي ان هي معموله بميه، تمام؟ تحطيها عليهم زي صوص البشاميل كده وتقلبيهم، واول ما تسخن تطفي عليها النار وتحطي عليها نص كوبايه من الجبنه الميكس دي او الجبنه الموتزاريلا، بس كده. هتاخديها وتحطيها على البطاطس وتدخليها الفرن تاخد وش كده من فوق. طبق البطاطس ده كمان هيعجب الولاد جدا جدا جدا. ليه؟ الاطفال بيعشقوا الجبنه الموتزاريلا ويحطيها لهم في اي اكل، يعني انت دايما خلي كده من خزين الشهر بتاعك انك تجيبي كيس جبنه موتزاريلا نص او كيلو حسب استخدامك، وحطيه لهم بقى في اي اكل بعد كده هيعجبهم جدا. يبقى اخر يوم بيتزا خضار زائد بطاطس بصوص الجبنه الاقتصادي، الجبنه الاقتصادي. صوص الجبنه الاقتصادي ده انا عملته معاكم قبل كده باللبن، وبعد كده ما كنتش مصوراه عملته بالميه، لقيته طعمه حلو جدا برده ومفيش فرق كتير، يعني هو ده اقتصادي وبنحط فيه زيت ليه بدل الزبده؟ عشان يفضل يعني عايزينه يكون بيلمع، وفي نفس الوقت الزبده لما الخليط ده بيبرد بتجمد، فاحنا عايزين الصوص بتاعنا ده يفضل سايح كده وجميل، فعشان كده بنعمله بالزيت. كده كده نكون خلصنا ال7 ايام بتوع اخر الشهر، كل شهر بقى وانتوا طيبين. عملنا اول يوم مكرونه وايت صوص وبانيه كداب، تاني يوم حواوشي خضار بمرقه اللحمه وطحينه او مخلل وطاسه جبنه، تالت يوم طاسه جبنه زائد شكشوكه، ملوخيه وبتنجان مخلل او عيش، وبعدين خامس يوم عملنا كشري مصري او طبيخ ورز زائد لسان عصفور الاطفال بيحبوه بمرقه الدجاج. سادس يوم فطير وعسل او مش، او فطير وعسل ومش، وهتعمليه بالجلاش. بالجلاش مش هيكون مكلف خالص، يعني لفه الجلاش ب15 جنيه، تمام؟ سابع يوم هيبقى بيتزا خضار زائد بطاطس بصوص الجبنه الاقتصادي، صوص الجبنه الاقتصادي هيبقى بالميه. يا رب تكون الفيديو عجبكم. بس كده كون انا خلصت فيديو النهارده، لو طلعتي منه باي معلومه او خدتي منه اي وصفه كده جديده، يا ريت تعملي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.